بعد وفاة ممتاز محل وتحديدا سنة 1632 بدأ شاه جيهان مشروع حياته. قرر بناء ضريح لا يشبه أي شيء في التاريخ، ضريح يخلد حبه لها. اختار موقع مميز على نهر يامونا في مدينة أجرا، موقع يقدر يشوفه من شباك غرفته في القصر. ثم استدعى أمهر المهندسين من كل أنحاء الإمبراطورية، وكان على رأسهم المعماري أحمد اللاهوري، اللي اشتغل على تصميم كما وصفته الكتب الهندية القديمة إنه مستوحى من الجنة. تصميم في مركزه المبنى الرئيسي ضريح ممتاز محل، وحواليه 4 مآذن، وغرب الضريح مسجد شاه جيهان موجه للقبلة، وفي الشرق مبنى مطابق تماما للمسجد للحفاظ على التماثل والسيمترية، وبيستخدم كدار للضيافة. وكل ده بيطل شمالا على نهر يمونة، وجنوبا على الحديقة الرئيسية اللي صممت على الطراز الفارسي، والبوابة الرئيسية أو الدروازة. ودروازة كلمة فارسية من كلمتين، در ومعناها باب أو مدخل، ووازة معناها مفتوح أو كبير، فالكلمة على بعضها بتعني الباب المفتوح أو المدخل الكبير. وعلى فكرة، كلمة در عدت علينا في حلقة مسجد السلطان حسن. أيوة، دركا بمعنى قاعة المدخل. اللي ما شافش الحلقة يتفضل يروح يشوفها.